تخيلوا كده معايا ان الحمامه دي متحمره الساعه 2 بالليل. والله العظيم الساعه 2 بالليل، وهقول لكم السبب في اخر الفيديو، بس خليكم معايا. بس عايزاكم تخمنوا انا ليه حمرتها الساعه 2 بالليل. بصوا بقى. انا هنا كنت منضفاه كويس جدا، بس ما كنتش لسه حطيت عليه ملح ولا ليمون ولا اي حاجه. انا هنا هرش عليه شويه ملح وهعصر بقى ليمونه. انا مقطعاها كده 4 علشان ابتدي ان انا اعصرها كده واوزعها عليه. والمفروض ان انا طبعا هحط فيه شويه ميه عشان يتنقع. بس انا كنت هنا بوريكم بس ازاي انا نضفت اصلا الحمامه دي طبعا من ريف الوادي، زي ما قلت لكم امبارح في الريل اللي انا نزلته. انا جبت منه حمام وبط وفراخ بلدي من مصر وحاجه كده تحفه بصراحه. فانا هوريكم ازاي نضفتها من اول ما بدات اطلعها كده من الطبق. طبعا قصيت الرقبه بتاعتها بالمقص، وقطعت كمان الجزء اللي هو بتاع الجناح زي ما شفتوا كده بالمقص برضو. وبدات ان انا افتح الرقبه علشان ابتدي ان انا انضفها من جوه، لان طبعا الرقبه كان فيها الجزء اللي هو بتاع حصاله المعده، او معرفش بيقولوا عليها ايه، الجزء يعني اللي بيبقى جوه الرقبه. وكمان الجزء اللي هو الرئتين بتبقى جوه الحمامه نفسها. يعني المفروض هي انت بتعيدي عليها نظافه كويس جدا جدا. بس للامانه الحمام ما كانش ليه ريحه زفاره نهائيا، هي بس اعاده النظافه دي حاجه طبيعيه. لكن بجد الحمام ملوش اي ريحه ونضيف جدا جدا. كمان لازم تسلكي الجلد بتاعها، تدخلي صبعك كده لحد ما يوصل لراس الحمامه، بحيث ان هي تبقى الجلد من الناحيتين متصل ببعضه، عشان لما نيجي نحشيها كويس جدا. زي ما انتم شايفين كده بسلكها كده بصبعي لحد ما تتظبط. وحاولي لو انت عندك ضوافر يعني تاخدي بالك جدا، لانها هتتقطع معاكي لو ضوافرك طويله. المهم ان انا نضفت كويس جدا الرقبه من اي دهون جواها، علشان اسيب مساحه كويسه جدا ان الرز يتحشى كويس. انا هنا كنت بوريكم اللي انا كنت عاملاه قبل يعني التصوير. اهو زي ما انتم شايفين كده الحمامه زي الفل من جوه، وكمان اللحم مش متصل بالجلد، وكله كده تمام. هبتدي بقى انا ادعكه بالملح والليمون كده، وهحطه في ميه بقى يتنقع. وبعد كده هصفيه من الميه، وهحضر بصلايه مبشوره عليها فلفل وملح وحبهان مطحون، وهدعكهم كده كويس جدا جدا. طبعا ده التتبيله بتاعت الحمامه لحد ما نيجي نحشيها. بتقعديها في التتبيله دي نص ساعه، ساعه، ساعتين، براحتك مفيش مشكله. انا هنا بتبله من جوه وبره زي ما شايفين كده بالظبط. تمام. بعد ما خلصت تتبيل كويس جدا، بصراحة سبتها مش كتير، تقريبا نص ساعة بالظبط. وبدأت ان انا اعمل الحشوة بتاعتي. الحشوة بتاعتي كانت عبارة عن ايه؟ تعالوا بقى معايا نشوف الحشوة الجميلة بتاعتنا. بس يا ريت قبل ما نبدأ نعمل الحشوة كده مع بعض في الكومنتات تكتبوا لا حول ولا قوة الا بالله، بنية الفرج على اخواتنا الفلسطينيين. حطيت معلقتين كبار من السمنه زي ما شفتوا كده، وعليهم فصين او 3 من المستكه. ونزلت الكبد والقوانص بتاعه الحمام متقطعه صغير جدا. تمام. شوحتها كويس قوي، وبعد كده نزلت عليها ببصلايه بيضه مبشوره. وقلبت كده الخلطه دي مع بعضها. البصلايه مش مبشوره يعني متقطعه قطع صغيره. 4 حمامات اخدت لهم 4 معالق كبيره من معالق الرز اللي هي بتاعه الاكل، قلبتهم معاهم بالشكل ده. طبعا الرز مغسول كويس ومتصفي من الميه. حطيت بقى نص معلقه من الكمون، ورشه صغننه جدا من القرفه، ونص معلقه فلفل اسود، وكمان معلقه من الملح. وقلبت بقى الكلام ده مع بعضه، ومش قادره اقول لكم الريحه كانت عامله ازاي في الوقت ده. ريحه جميله جدا جدا جدا. بعد كده حطيت له كوبايه ميه، وسبت الكلام ده على نار هاديه جدا. واخر اضافه بعد ما الميه خلصت حطيت له كبشه كده صغنطوطه من الزبيب، ودي اختياريه. انا بصراحه بحب الزبيب قوي في حشوات البط والحمام والحاجات دي. وبكده كانت الخلطة جاهزة معايا ان انا احشي على طول. بس طبعا عشان نحشي الحمام يفضل ان احنا نسيبها تبرد شوية. وده شكل الخلطة، ما شاء الله شكلها تحفة جدا جدا. بصوا، عارفين الرز هنا عامل زي ايه؟ عارفين الرز لما نيجي نسويه ويتشرب من المية ويكون لسه بقى نغطي عليه بقى عشان يستوي، هو بيبقى في المرحلة دي بالظبط. وهنا بدأت ان انا احشي الحمام زي ما انتم شايفين كده من جوه الاول، علشان طبعا نحشي الحمامة كويس، ان احنا ما نضغطهاش قوي برضو علشان هي ما تفرقعش. خلاص بحشي كمان بين الجلد واللحم ناحية الصدر كده، وببطط الحشوة يعني بخليها مبططة. وطبعا ما ننساش خالص ان الجزء بتاع الرقبة ده لازم يتملى بالحشو كويس جدا، لانه بيبقى شكل الحمامه حلو كده وهي متحمره ومنفوخه بقى من فوق كده، وتحسي كده انها يعني ماليه مركزها فعلا. بدات ان انا احشي كده بمعلقه بتاعه الشاي، علشان مش هكدب عليكم الخلطه اصلا لسه سخنه. طبعا انتوا عارفين ان انا دايما بصور باستعجال، فطبعا الخلطه اصلا ما كانتش لسه بارده قوي. يعني كنت بشتغل تقريبا الساعه 12 ونص بالليل ساعتها، فبصراحه كنت مستعجله جدا عشان انا بصور دايما في وقت بالليل، عشان ما بيكونش في وقت خالص ان انا اصور الكلام ده اثناء ما ولادي مثلا جايين من المدرسه او كده، ما بيبقاش في مجال للتصوير خالص.
وهنا قفلت رجليها زي ما شفتوا كده في القطعة اللي بتبقى تحت دي، وزي ما شفتوا كده انا مبططة الحمامة كويس علشان لما تتسلق ان شاء الله ما تفرقعش مننا. ودي كمية الحمام اللي عملتها، كانوا 3 حمامات ما شاء الله مليانين قوي. والحمامة الرابعة خلصت الحشوة فما حشيتهاش غير من جوه بس، اللي هي الحمامة الصغيرة اللي على جنب دي. بس انا عايزة اقول لكم حاجة بقى، انا اصلا الحمامة دي قطعتها وانا شغالة، فسبحان الله سوء الحظ جه انها اتقطعت وكمان ان الحشوة خلصت. الحمد لله كده قوي. انا بصراحة كنت هخيطها بس طبعا الحشوة اوريدي خلصت فخلاص ما كانش في مجال بقى. تعالوا يلا نروح نسلق الحمام بتاعنا. انا غليت مية على النار وحطيت عليها بصل، ورق لورا، فلفل حصى ومستكة وحبهان. هسيب المية دي تغلي كويس جدا جدا. وهنا جبت روس الحمام وبدأت ان انا اقفل الجزء ده علشان ما يخرجش منه الرز ابدا. ودي معلقة بصل مبشور من اللي عملناه في التتبيلة، حطيتها برده في الشوربة هتدي طعم للشوربة حلو جدا. تعالوا ننزل بقى بالحمام بتاعنا كده واحدة واحدة، ونسيبه بقى الاول 10 دقايق على نار عالية، وبعد كده هنوطي النار ونسيبه لحد ما يستوي. تقريبا اخد معايا بالظبط ساعة او ساعة وربع، يعني ما اخدش وقت خالص على النار. وطبعا اوعي تنسي ان انت تظبطي الملح بتاعك. وشوفوا بقى منظر الحمام الجميل بتاعي عامل ازاي، وشوفوا لي بقى لون الشوربة اصلا عامل ازاي. بصوا لي كده على لون الشوربة، لون الشوربة تحفة ودسمتها فظيعة حلوة جدا جدا. وهنا دهنت الحمامة بالحليب بالشكل ده عشان الحليب بيخليها تاخد لون فظيع جدا في التحمير. هنا بقى جه دور اللي انا قلت لكم عليه في الاول، مش انا قلت لكم حكم عليا ان انا احمر الحمام الساعة 2 بالليل؟ مين اللي حكم عليا؟ كرشي الصغير لا يتحمل. ما قدرتش بصراحة، الحمام كان مغري جدا لدرجة ان انا قلت لا انا هحمر واحدة كده واكلها، وانا تاني يوم ممكن اكل عيش وجبنة عادي، بس انا بحب الاكل سخن كده وهو لسه معمول بيبقى حلو قوي. بس حكم القوي بقى على الضعيف ان انا بصور بالليل. حطيت بقى خليط من السمنة والزيت زي ما شايفين كده، وبدأت ان انا احمر الحمامة كويس جدا من كل الاتجاهات، وبجيب الزيت كده واحط عليها علشان تتحمر كويس جدا. طبعا اخدت لون رهيب جدا حلو قوي قوي قوي. شايفين اللون عامل ازاي؟ وده سببه ان احنا دهناه بالحليب. خلي بالك علشان وانتي بتحمريها ما تطرطش الزيت في وشك، تاخدي بالك كويس قوي. وهنا قدمتها مع شيبسي زي ما شفتوا كده، تايجر طبعا عشان المقاطعه، احنا جامدين جدا جدا. تعالوا لي بقى عشان نفتحها كده مع بعض ونشوف الرز والخلطه بتاعتنا عامله ازاي. والله يا جماعه ان طعم الخلطه كان خطير. انا هنا بقطعها بس كانت سخنه جدا 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 على ايدي. بصوا بقى الرز عامل ازاي، بصوا الخلطه ما شاء الله مفلفل جدا وحلو قوي. يعني انا ما بحبوش مفلفل يبقى قوي، لا انا بحبه مفلفل كده وطري برضه. وطبعا لون الحمامه خطير خطير. تركايه الحليب دي بصراحه جميله جدا جدا في تحمير الحمام. شايفين جماله ما شاء الله، حلوه قوي قوي قوي. واللحمه بتاعتها كانت تحفه ودايبه والله، بس لولا انها سخنه مش عارفه امسكها لكم قوي، لكن بجد كانت خطيره. انا بهدلتها قوي قوي وانا عماله اقطعها، بس بصراحه انا كنت جعانه، انا كنتش عايزه اصور انا حسيت ان انا جعانه فجاه. يا رب الفيديو يكون عجبكم وتكونوا استفدتوا منه. لو عجبك الفيديو ما تنسيش لايك وشير ومتابعه للصفحه. كنت معاكم زينب زياد، والسلام عليكم ورحمه الله.